معايا في الطاقة شخص كنت انتوا مع بعض في علاقة، والعلاقة دي كان فيها حب او كان فيها اعجاب، مشاعر معلقة لدرجة انك انت والشخص ده ما كنتوش متخيلين في يوم من الايام تبعدوا البعد دوت. زي ما يكون في حاجة فرقتك انت والشخص دوت عن بعض. ممكن تكون علاقة، ممكن يكون شخص اتدخل ما بينك وما بينه، لاني شايفة ان الشخص ده انت حسسته بعدم وجودك في الوقت الحالي. ممكن تكوني اختفيتي من حياته، ممكن تكوني قررتي تبعدي، لان الشخص دوت بيتمنى رجوعك لحياته وبيترجاكي. الشخص ده عايز يترجاكي وعايز ان هو يرجعك لحياته تاني، عايز يستحوذ عليكي وعايز ان هو يضمن حبك، يضمن مشاعرك، عايز احتواء، عايز اهتمام منك. الشخص ده بيراقبك، لسه بيحبك، لسه بيفكر في ايامكم مع بعض، لسه مشتاق للحظات الرومانسية اللي كنتوا بتعيشوها سوا، النظرات، الكلام، صوتك، ضحكتك، حركاتك. الشخص ده انت ما بتطلعيش من باله خالص. واضح لي في طاقة الشخص ده لما بيفتكرك بينبسط قوي وبيحس قد ايه انه مبسوط. ولكن الشخص ده كان شخص بارد معاكي في العلاقة، كان شخص ممكن بيهملك بالايام ويبتعد عنك، ممكن عشان عنده زي ما قلت لك علاقة، او كان في حد معترض. لاني شايفة ان الشخص ده حاسس ان هو السبب في اللي انتوا وصلتوله، هو السبب في ان العلاقة دي تتقفل، يحصل فيها بلوك، يحصل فيها بعد، يحصل فيها تجاهل منك في الوقت الحالي. الشخص دوت انت ندمتيه عليكي، انت خليتيه يحس انه خسرك، يحس ان هو مش هيعرف يعوضك من تاني. الشخص ده عايز بداية جديدة، عايز يقولك انه بيحبك، عايز ياخد خطوة ويرسم العلاقة معاكي، عايز كمان ان ما يديش لاي شخص الحق ان هو يكون معاكي في علاقة غيره هو وبس. الشخص ده بيحبك وعنده غيرة وعايز يعمل اي حاجة من اجل انه يوصلك، من اجل ان هو يكون معاكي. الشخص ده بيفكر في الوقت الحالي بطاقة شغف، بطاقة رغبة، بطاقة ان هو عايز يقابلك، مشتاق للقاء. لبعضكم هتتقابلوا مع الشخص ده او هيجيلك منه هدية، وشايفة ان العلاقة بينك وبينه راح تاخد خطوة فيها يعني اهتمام مبالغ لدرجة انك انت هتشوفكي من اهتمام وتعلق الشخص ده ليكي. بس احب اقولك ان انت عندك دعوة مستجابة، عندك نصرة راجعة في طريقك، او عندك عوض من علاقة دي، لانك انت مريتي بطاقة خذلان في العلاقة دي وبطاقة حزن قوية، وحسيتي ان العلاقة دي كانت سبب في تعاسة او سبب في وجع او سبب في انهيارك. لان انا شايفاكي اتوجعتي قوي، لكن وقفتي على رجلك واثبتتي له انك انت عايشة بدون.